بتسمع صوت النوتيفيكيشن بتاع الايميل، قلبك بيقع. جالك ايميل زي ده الساعة 4 العصر من الاستشاري بيحملك مسؤولية التأخير ولهجته حادة جدا وبيهدد بالغرامات. أول رد فعل ليك كمهندس إن أنت بتبقى عايز تدوس ريبلاي وترد بعنف، وبتبقى متوتر، وممكن الرد اللي أنت تبعته دلوقتي ده يضيع شركتك. في الحلقة دي من كورس المهندس الخارق مش هنرد بعصبية، هنتعلم ازاي نحول الذكاء الصناعي من مصحح لغوي إلى مدير عقود محنك. هخليك ترد على إيميلات العميل بمنتهى برود الأعصاب، وخليك تكتشف إيه الفخ اللي موجود في كل إيميل. جهز قهوتك وشوف السحر اللي هيطلع معانا. يلا بينا. الاستشاري هنا بيستخدم كلمات مطاطية زي نيجليجنس وفيلير. نيجليجنس يعني إهمال، وهنا هو عايز يبني كيس ضدك عشان يسحب منك الشغل. البرومبت اللي أنا حطيته جوه جيميناي عشان يساعدني إن أنا أرد على الإيميل المستفز اللي جاي من الاستشاري. هو كاتب لي هنا في الجزء بتاع البرومبت ده إن أنا هنا هحط بيست ذا كونسلتنت إيميل هير. هروح على الإيميل بتاعي أخده كوبي بالمنظر ده، تمام، ويجي مكان هنا كده، مكان الجزء ده، واقول له كنترول اف. تمام، انا كده حطيت الايه، حطيت اللي حصل، او حطيت الايميل اللي جالي من الكونسلتنت، واديته الحقائق ان الرسومات لسه ما اعتمدتش من الاستشاري بقالها 21 يوم، وطلبت منه ان هو يصيغ الرد بدون اي عاطفه. تعالوا نشوف السحر. زي ما انتم شايفين هو بيراجع السيناريوز، بيعمل ريفيو للسيناريو اللي انا كاتبه، بيعمل ريفيو للايميل، يكتب لك وانا كرافتنج ريسبونس، وبدا يرد على الايميل. بوت الاي اي عمل ايه؟ بدا بامتصاص الغضب، قال له we share your commitment to ensuring the successful and timely progress of the work. يعني احنا كمان مهتمين بالبرنامج الزمني زيكم. وبعدين رماها في ملعبهم بالادله وقال لهم mobilization of this manpower is strictly contingent upon the approval of drawing submittal رقم كذا اللي هي ارش 045. وكمل فتح التأخير بتاعه. The review of 21 days is exceed the 14 days review period stipulated in the contract. وهنا بقى الضربة القاضية اللي بتحمي شركتك. بيقول لك ايه بقى في الايميل؟ We must firmly yet respectively reject any liability for current delay in this zone. Consequently, any application of liquidated damage اللي هي بنختصرها بكلمة LDs or reduction in our scope of work. وبمنتهى الاحترام، غراماتكم دي ملهاش أي سند تعاقدي. would be contractually justified under these circumstances. شايفين اللي حصل؟ ردنا عليهم ببرود، قلبنا عليهم الترابيزة بالأدلة، وحمينا شركتنا من غرامات التأخير. وبدل ما كنا في موقع دفاع وخايفين تتسحب مننا الأعمال، بقينا بنمهد لمطالبة زمنية extension of time لصالحنا. احنا كده اتعلمنا ازاي نرد على الهجوم الصريح. بس في نوع تاني من الإيميلات أخطر بكتير. الإيميل اللي يبان بريء مفهوش مشكلة، بس هو في الحقيقة جواه لخم تعاقدي. تخيل الاستشاري بعت لك إيميل زي ده: kindly proceed with the alternative flooring material. وكاتب لك بقى في الاخر ايه؟ Please confirm by return email that this minor change will not impact your project duration or the baseline schedule. بيقول لك اشتغل بالخامة البديلة، واكد لي كمان ان مفيش تأخير ومش هنخرج من البيز سكادول. لو رديت بسرعة وقلت له احنا كده هنشتغل، يبقى انت كده يا معلم شربت المقلب. الاستشاري لبسك تغيير مواصفات يعني فاريشن من غير ما يضمن لك انك تاخد فلوس زيادة، وكمان خلاك تتنازل عن اي وقت اضافي بره البيز سكادول. فعشان كده بقى تعالوا بقى نجرب البرومبت ده ونشوف هيعمل معانا ايه بعد ما يقرا الايميل ده. انا خدت الايميل بتاعي كوبي بيست، حطيته في جيميناي وكتبت له برومبت، والبرومبت ده ان شاء الله هيبقى موجود معاكم، في هسيب لكم اللينك اللي تنزلوا منه البرومبتس اللي بنستخدمها في الحلقه كالعاده زي ما بنعمل كل حلقه. هتشوفوا تفصيله البرومبت مكتوب، وهتشوفوا البرومبت هيطلع لنا ايه. البرومبت بسيط جدا، انا بقول له خليك انت كليم كونسلتنت وحلل الايميل وحط الهيدن ريسكس واعمل لي ريبلاي للاكسبتنت بتاعت الانستركشن. اديته كده شويه داتا عشان خاطر هو يقدر ايه يرد عليا بيها جوه البرومبت. خلاص، هندوس على زرار سبميت ونشوف الاي اي هيطلع لنا ايه، والموضوع شكله هيبقى عامل ازاي. النتيجه طلعت قدامنا. طيب نرد ازاي عشان نحفظ حقنا؟ لما جه الاي اي يكتب الرد، اول حاجه قالها له، هو عملها بحركه عبقريه جدا. اول حاجه قالها له احنا هنبتدي نشتغل عشان ما نوقفش المشروع، وكتب له اول باراجراف
To keep the working moving and mitigate any potential delay in progress of the work, we are immediately initiating the procurement and execution process for this instructed alternative material. لكن الضرب هنا بقى في الحتة دي في الإيميل، قال له إيه بقى؟ Please note, however, that we cannot confirm at this stage this change will have no impact on the project duration baseline schedule. السيناريو التالت والأخير النهارده هو أكتر حاجة بتقل أي مشروع، هو نوم الاستشاري على الاعتمادات. بصوا معايا في شيت الاعتمادات، عندنا RFI رقم 89 الخاص بالاعتمادات بتاعة الحديد structure steel details on B، مبعوث من يوم 5 مارس، والمدة القانونية بتاعة الفيدك 14 يوم. هنا النهارده عدى 25 يوم، يعني الاستشاري متأخر 11 يوم كاملين، والمقاولين واقفين في الموقع. لو بعت له ايميل وقلت له بليز ابروف as soon as possible هيطنشك كالعادة. عشان نتحرك صح وتحط عليه ضغط قانوني يجبره ان هو يرد، هنستخدم البرومبت ده اللي انا بسميه المحرك القانوني. تعالوا نشوف هيكتب ايه. هو هيبتدي يحلل البرومبت وهيبتدي يكتب لي ايميل عشان خاطر ان انا اعرف اجبر الاستشاري ان هو يبقى مركز معايا، وان هو يرد بسرعه، وان هو ما يطنش، لان احنا عارفين ان اغلب الاستشاريين بيطنشوا الايميلات بالذات لو هم متاخرين فيها. بص الاي اي كتبه ازاي، دخل في الموضوع فورا وقال لهم بوضوح please be advised that this delay is directly affecting the critical path of the approved baseline schedule. يعني تأخيركم ده بيضرب المسار الحرج للجدول الزمني وموقف شغل الحديد. وهنا بقى البقية حاطين في الكورنر وقال لهم we should not receive the required information within this 48-hour time frame. Please consider this letter as our formal notice of intent to claim for an extension of time EOT and the associated prolongation cost. يعني لو ما ردتوش خلال 48 ساعة اعتبروا الجواب ده اخطار رسمي بمطالبة زمنية وتكاليف إطالة مدة المشروع. إيميل زي ده بيخلي الاستشاري يسيب اللي في إيده ويمضي فورا عشان يحمي نفسه. ب3 أوامر بس النهاردة قدرنا نمتص غضب الاستشاري ونكشف الفخ اللي ممكن يوقعنا فيه، ونجبره إن هو يعتمد لنا الورق بتاعنا. بس خليني أكون صريح معاكم، دي مجرد قشور. مشاكل الموقع والتعنت والمطالبات أكبر بكتير من إننا نغطيها في حلقة يوتيوب 10 دقايق. عشان كده أنا بجهز لكم مفاجأة، الترسانة التعاقدية للمهندس الخارق. ده كتيب كامل فيه 50 كود سري لأي مشكلة ممكن تخطر على بالك تقابلك في شغلك. مطالبات، تغيير أسعار، خطابات إنذار، أي حاجة بقى تيجي في بالك ممكن تحصل في مشروعك وأنت شغال. هتاخد الكود كوبي وتحط بيانات مشروعك وهتاخد رد احترافي في ثواني. الكتيب ده هيكون متاح خلال أيام، خليكم متابعين اليوتيوب واللينكد إن عشان هنعلن عنه بخصم خاص للمتابعين القدام. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر كود عجبكم في حلقة النهاردة، الدبلوماسي ولا كاشف الافخاخ ولا المحرك القانوني. اعملوا اشتراك عشان تشوفوا الحلقة اللي جاية. اشوفكم على خير، سلام.